هاي هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده انا حبيت اوريكم ازاي برتب شقتي لما بيجي لنا ضيوف او في العادي لما برتبها. بس في الحقيقه انا كنت برتبها المره دي لاني كان جاي عندنا ضيوف. بنت خالة جوزي، فكان لازم ان انا انضف الشبابيك وانضف كل الحتت كل الاماكن. طبعا يا جماعه احنا بنحب الزرع، فعشان كده انا بحب احط دايما زرع. بس انا كان عندي زرع اكتر من كده بكتير، بس بسبب اني هنا عندهم دايما برد ودايما بيبقى فيه تلج، ما بعرفش اني انا استخدم هنا كمان فيهم حتة انك عندهم هنا يعني قصاد الشباك، مش زي عندنا في مصر اللي هو الشباك بيبقى الشيش ومقفول. هنا ما عندهمش كده. هنا عندهم الحتة اللي انتوا شايفينها دي اسمها بلكونك. الحتة دي بتقدروا تسندوا عليها اي حاجة، ان شاء الله تعملوها مكتب، محدش هيقولكم انتوا فين. هي عبارة عن تبقى سندة وتحتها البطارية او تحتها الدفاية المركزية اللي بتدفي الأوضة، لأن هم عندهم هنا دفايات مركزية. انت زي ما انتوا عارفين درجة الحرارة عندنا بتوصل -30 وسالب 40 وسالب 50، بس الحمد لله في المنطقة اللي أنا موجودة فيها آخرها وصلت آخر مرة -30، وده كان من سنتين. مش كل سنة يعني بتوصل بنفس الشكل. بس طبعا تعالوا اقول لكم قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك. يلا يلا هكمل لكم واقول لكم انا ايه اصلا اللي خلاني ان انا اوضب وارتب بالشكل ده. وهتلاقوني ان انا بنضف كل حاجه بالسنتي وبالملي، لاني كان لازم اعمل كده لان بنت خالته كانت جايه، وانا الحقيقه بشتغل وكمان ببقى مش فاضيه اني انا كل يوم انضف. انا عارفه ان دي حاجه مش لطيفه، بس غصب عني مش بايدي يعني. دلوقتي هتشوفوا شكل الأوضة بعد ما اخلص، هتنبهروا هتنبهروا هتنبهروا. أنا كبهير انبهرت الحقيقة من شكل الأوضة، بجد عجبتني جدا وحبيتها خالص. بالمناسبة يا جماعة احنا لسه شقتنا مخلصتش توضيبات، احنا لسه لحد دلوقتي بنوضب فيها. لسه لحد دلوقتي ما خلصناش ولا اي حاجه فيها، بس هتشوفوا الحاجات اللي خلصت بس. حتى في الارض هتاخدوا بالكم ان في خشب، او اكيد خدتوا بالكم ان في خشب وفي حاجات كتير قوي محطوطه على الارض. كل ده لان احنا عندنا لسه ما خلصش اي حاجه، لسه لحد دلوقتي تجديدات الشقه شغاله، ما فيش حل. اوكي، فعشان كده عادي يعني بنعرف نتعايش مع الموضوع ده، وهتتعودوا. وخصوصا ان بدل ما تدفعوا في ايجار فتدفعوا في حته بتاعتكم. كلفتنا كتير جدا جدا جدا، يعني مش هكدب اقول ما كلفتناش، لا كلفتنا كتير جدا. بس لحد دلوقتي هو لسه بنصدق في اقساطها. بس الحمد لله يعني ربنا يسهلها ان شاء الله ونخلص الاقساط بتاعتها. بس زي ما انتم شايفين هنبدا دلوقتي ان انا ارتب انضف الشباك. على فكره انا البتاعه اللي انا جبتها دي اللي انتم واخدين بالكم منها اللي هي الطويله دي، انا جبتها من على شركة شحن اونلاين. بتقدروا انتوا تطلبوها عادي. البتاعة دي سحرية يا جماعة، مش عايزة اقول لكم كلمة سحرية، كلمة قليلة عليها. بجد 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 بتنظف الازاز بطريقة رهيبة، رهيبة جدا. انتوا مجرد ما بتنزلوا دي عليها بجد بتمسح الازاز. شايفين منظر الازاز؟ انتوا واخدين بالكم اكيد من شكل الازاز بيبقى عامل ازاي؟ يعني اكيد انت اكيد شايفين الناس اللي قدامي اكتر مني دلوقتي. بجد شكلها جميل ورائع، والبتاعة دي بتساعدك جدا 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 ان انت تنضفي وتخلصي. وبس كده هرجع بقى الباقي الحاجة. هرجع كمان الزرع لان انا بحب احط الزرع، وكمان هرجع الصبار لان انا برضو بحب استخدم الصبار. بس كده تعال نشوف الجزء التاني اللي هنضفه. ايه رأيكم؟ طبعا تاني جزء المكتب زي ما انتم شايفين طبعا متبهدل، وكتاب الاناتومي وبهدله بهدله بهدله، يعني هو ده اللي يقولك بهدله مرمطه بهدله مرمطه. whatever يعني هنبدأ دلوقتي ان احنا ننضف ونرتب، واكيد كل حاجة هترجع زي الاول واحسن كمان. بس طبعا أنا حاسة ان انتوا لحد دلوقتي موجودين في القناة عندي ومش عاملين لايك ولا عاملين سبسكرايب. لا يا جماعة ما ينفعش، انتوا لازم تعملوا لايك ولازم تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا كل فيديوهاتي اللي هنزلها، وعلشان كمان تكونوا من ضمن اسرتنا. لان الفترة اللي جاية هننزل تحديات كتيرة جدا، لاني احنا عملنا لحد دلوقتي عملنا فيديوهين صورناهم، هعملهم مونتاج وهنزلهم الفيديوهين. وبجد هتنبهروا، وخليته يجرب يا جماعة اكلتين مصريتين. انتوا هتنبهروا من الاكل اللي هو جربه. بس هتعجبكم الفيديو جدا، فعشان كده لو انتوا حابين تكملوا وتعرفوا لازم تعملوا لايك وسبسكرايب. الورق اللي كنت بوريهولكم دول ازاي كنت بذاكر اللغة اللي هي اللغة الروسية، لان كتير قوي بيسألني انت ازاي ذاكرتي اللغة او ازاي عرفتي تذاكري اللغة. عشان كده كنت حابة اوريكم الورق ده. افتكروا الورق ده بقى لاني هعمل لكم فيديو عنه واقول لكم انا ازاي كنت بذاكر اللغة وازاي اتعلمتها بكل سهولة، وهخليكم كمان تتعلموها في اقل من 6 شهور.
طبعًا يا جماعة زي ما أنتم شايفين ده المكتب اللي أنا باذاكر عليه، أنا عارفة إن هو مزبلة يعني من غير ما تتكلموا، أنا عارفة إن هو مش مرتب، بس الفكرة إن أنا كل يوم لمّا بارجع أذاكر anatomy أو أذاكر أي مادة تاني، فباحطها ومش بارجع أشيلها يعني. اللي هو خلاص أنا كده هاذاكرها فهاشيلها ليه؟ فدي وجهة نظري يعني في الحياة، فعشان كده it's okay يعني زي ما أنتم شايفين هابدأ دلوقتي أنضّف كل حاجة هتترتب إن شاء الله ما تقلقوش. بابدأ إن أنا هامسح دلوقتي المكتب، لإني أنا يعني كنت حابة إن كل حاجة تلمع. أنا مش هاطوّل عليكم في الكلام، بس أنا هاسيب لكم تكمّلوا باقي الفيديو وتقولوا لي إيه رأيكم، ما تنسوش تتفرّجوا على آخر الفيديو عشان تعرفوا المفاجأة اللي إحنا عاملينها ليكم، وكمان هنرُد على أكتر سؤال أنتم بتسألوهوني كتير جدًا، فعشان كده كمّلوا الفيديو للآخر. ومش هاطوّل عليكم، طبعًا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الإنستا، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك. يالّا كمّلوا باقي الفيديو وقولوا لي إيه رأيكم في المفاجأة بتاعة آخر الفيديو. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.